السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا طبعا أمانينا وطموحنا إن احنا يبقى عندنا وفر من المال. يبقى أي حاجة نعوزها هنجيبها. عاوزين نجيب ذهب، عاوزين نجيب بيت، عاوزين يبقى عندنا فلوس نجهز بناتنا. عاوزين ما نبقاش محتاجين لا قدر الله لو في ظرف حصل، لا قدر الله عيا عملية، يكون معانا فلوس. طب ازاي ده انا المرتب بتاعي قليل، ما اقدرش ان انا اعمل منه اي حاجة عشان يبقى فيه وفر ان انا اجيب ذهب، ان انا اجيب بيت، ان انا اجيب فلوس؟ ازاي ممكن اعمل كل ده وانا المرتب بتاعي قليل؟ ازاي ممكن يبقى عندي ادخار وعندي مال لا قدر الله في اي ظرف من الظروف المال ده هيسد معايا الاحتياجات دي؟ احنا هندخل في الموضوع على طول. ازاي ممكن اكون من الاثرياء وانا من الصفر، واجيب ذهب واجيب بيت وعندي فلوس واجهز بناتي واعمل اي حاجة بتتطلبها الحياة؟ قبل ما نبدأ نذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم أعنا على توصيل إن شاء الله الأفكار اللي أتمنى إن احنا نستفيد بيها. أتمنى كل إنسان إن شاء الله يطبقها ويستفيد بيها. ربنا يعيننا والله المعين. قبل ما ابدا خطه العشرة اللي انا ممكن لو مرتبي صغير اجيب بيها كل اللي انا محتاجاه واكون من الاثرياء، لازم اول خطوه ان انا لازم شهريا موضوع الصدقه. طبعا الناس هتقولي ده انا مرتبي قليل هطلع منه صدقه ازاي؟ نفترض ان انت مرتبك 1000 جنيه، ان شاء الله تطلعوا منه 2 جنيه، 3 جنيه، 5 جنيه، اي حاجة بسيطة انتوا تحسبوه هين ولكن عند الله كثيرا. يعني ممكن تكون ال5 جنيه دي تكون بركة المرتب كله في ال5 جنيه اللي انت هتطلعيها. وانفق ينفق عليك. واوعوا تتوقعوا او تفكروا ان ممكن الصدقة تقل من المال اللي معاكي او تقل من الفلوس اللي معاكي، او بسببها مش هتقدري تجيبي حاجة معينة في البيت، او بسببها مش هتقدري تصرفي على اولادك. بالعكس، دي التجارة مع الله، وده حاجة مهمة عشان تنفذي اي حاجة واي ادخار وربنا يبارك فيه وتكون عندك كفاية من المال في البيت. بجد موضوع الصدقة دي التجارة مع الله حاجة، وفي ناس بتتاجر يعني تجارة كبيرة مع الله. في ناس بتطلع 20% من مرتبها تطلعه صدقة. والله ان فعلا الكلام ده صدقا ان هو بيرجع بزيادة اكتر ما انتي متوقعة. جربوها هتحسوا بفرق كبير، وانا جربتها في كذا حاجة والله. يعلم الله ان اللي انا بقوله فعلا صدق. ان ناس كتير وانا منهم اما بتطلعي صدقة بتعود عليكي بالزيادة فوق ما تتخيلي وفوق ما انت تتوقعي كبشر. لا، ما تاخدوش الحكاية بالواحد زائد واحد، لا، هتلاقوها بركة في الفلوس اللي معاكي، بركة في صحة اولادك فمش هتصرفي، بركة في مثلا ان في البيت هيبقى بركة في الاكلة اللي انت ممكن تتوقعي انها ما تقضيش مثلا اطفالك، هتلاقيها بتقضي وتفيد وبيشبعوا. هتلاقوا في حاجات كتير بركة ان يجيلك حاجة انت ما كنتش متوقعاها، فلوس تيجي من باي شكل باي طريقة، وانت تقولوا سبحان الله انا ما كنتش متوقعه ان المبلغ ده يجي في الوقت ده. فدي رقم واحد، الصدقة ثم صدقة ثم صدقة. نيجي بقى للخطة. ايه الخطة العشرة؟ هنجيب دلوقتي احنا بنقبض مثلا وليكن 3000 جنيه في الشهر. انا بقول على حسب كل مرتب كل واحد، او 5000 مثلا. تمام، نفترض ال5000 دول لازم كل شهر هتطلعي منهم 10%. 10%. ناس هتيجي تقولي اما هي ال5000 مش مقضياني، اطلع منها 10% ازاي؟ تمام. ال5000 اللي انت مش مقضياك عشان انت اتعودت عليهم. نفترض ان انت بتقبضي مثلا 4500. مش في ناس بتقبض المبلغ ده؟ في ناس بتقبض اقل منه بكتير كمان. بتعيش بيه ولا ما بتعيش؟ بتعيش بيه. هتقولي لا بتتداين، لا، لو انتوا استعنتوا بالله المبلغ هيقضيكي حتى لو قليل. فنفترض انت توقعي ان خلاص انت حطي في دماغك ان ال5000 دي لا ما بتجيش 5000، بتيجي مثلا 4500، في 500 جنيه مش بيجوا، وانت اتعودت خلاص هو ده مرتبك. مش احنا مثلا قبل زيادة المرتبات كان مثلا مرتب مثلا 4000 بيجي 5000، هل انت كنتش عايشة بال4000؟ لا، كنت عايشة. تمام. طب ودايما استعينوا بالله ان احنا الفلوس اللي معانا تقضي البيت.
دايما الجأوا لربنا وادعي ربنا ان ييسر والمبلغ ده يقضي البيت. في ناس هتقول لي طب دي الناس اللي مرتباتها عاليه هي اللي ممكن تقدر تشيل الحاجه دي. لا، على فكره ممكن واحد مرتبه 10,000 واحد 5,000، الاتنين بيجوا اخر الشهر ما همش ولا مليين من الاتنين. تمام. وفي ممكن واحد بيقبض 10,000 واحد بيقبض 5,000، ابو 5,000 ده قضى الشهر بتاعه من غير ديون وبالعكس وفي بركه ويمكن زاد منه وادخر. ابو 10,000 ما قضاش. ده بتيجي ازاي؟ ان انت عودتي ان مصاريفك تغطي اكتر من 10,000. في ناس لا اتعودت ان المصاريف هي لغايه ال 5,000 واقل كمان. وفي يعني مثلا انت لو الشخص اللي بيقبض 5,000 مثلا هو مستعين بالله وبيطلع صدقه، ابنه تعب او عيه، وابو 10,000 برضو ابن تعب او عيه. ابو 5,000 مع الاعانه استعانه بالله، خلى الطفل مثلا يقول لها مثلا لمامته اديله مثلا حبايه مثلا مضاد حيوي او مثلا برشامه السخونه، كوبايه شاي بليمون، والطفل اتدفى كده ونام وصحي زي الفل، وما احتاجتيش تكشفي ولا تدفعي فيزيتة كشف ولا تشتري علاج. وابو 10,000 راح كشف له مثلا ب 300 400 جنيه مثلا ولا ب 200 جنيه، جاب له علاج بالشيء الفلاني، هو صرف يمكن بحدود 500 600 جنيه عشان عيا الطفل. رجعنا هنا للبركه، هنا استعنا بالله ومع الصدقه في بركه، فاضطريتي ان انت الحمد لله الطفل يخف باقل الامكانيات. فدي البركه اللي احنا بنقول عليها، ودي الامكانيات والاستعانه بالله اللي بيخلي المبلغ يقضي معاكي. ولو احنا استمرينا وقلنا عمرنا ما المرتب هيقضي، عمرك ما هتجيبي حاجه، عمرك ما هتدخري، عمرك ما هتطلعي من المنطقه اللي انت فيها وتوصلي ان انت بقى تبقى عندك ادخار مالي كويس، تبقى عندك كفايه في البيت والاولاد. فلازم طالما هنبدا حاجه لازم نستحمل، وان شاء الله مع الاستعانه بالله هتمشي الدنيا. طيب شلنا ال 500 جنيه اللي هي ال 10%، هعمل بيها ايه؟ ال 500 جنيه دي ليها شروط عشان تبداي بيها الخطه. اولا ال 500 جنيه ما تكونش في ايدك، يعني في ايدك ما تكونش قريبه منك، لا حطيها في مكان بعيد عن ايديكي خالص، اعتبريها كانها ما جاتش، حطيها في ظرف مثلا وحطيها في مكان بعيد، ما تخليهاش تقولي لا ما انا هخليها مع المرتب وانا هعمل حساب بحيث اخر الشهر اخلي ال 500 جنيه، لا ده مش هيحصل، لان ممكن الشيطان يفتح لك كذا بند، واحنا طبعا مع اغراضات الدنيا كده تشتري بيها حاجه. لا خليها بعيد خالص، يعني ما تكونش ايديكي طايلاها باي شكل من الاشكال. تمام، خليت ال 500 جنيه ده في مكان بعيد واعتبرتها مش ضمن المرتب. طيب المرتب الباقي ال 4,500 هنجيب بقى، هنعمل بعد كده ان شاء الله فيديو عن الميزانيه، ازاي تطبقي مثلا باقي الفلوس اللي معاكي كميزانيه للبيت، تجيبي بيها بقى خزين البيت، تجيبي بيها اللحوم، تدفعي بيها الفواتير والدنيا دي. حاولي من اللي اتبقى معاكي اللي هي مثلا احنا كل ده بنمثل على ال 5,000 جنيه، ال 4,500 اللي اتبقوا معاكي حاولي تخلي 500 جنيه تاني في مكان تاني في ظرف تاني، بس مش بعيد قوي زي دي. ليه؟ ال 500 جنيه دي اعتبريها بند الطوارئ. الطوارئ يعني ايه؟ يعني حاجه محتاجاها مثلا لا قدر الله تعب عيا، لا قدر الله، ما انت بتخلي برضو للحاجه دي احتياطي، لا قدر الله حاجه جدت انت مش كنتش متوقعاها. ليه عملت بند للطوارئ تاني؟ والله خلص الشهر والدنيا تمام، هتحطيها على المرتب الجاي فهتزودي ميزانيه الشهر اللي بعده، لا اما هتحطيها برضو على اللي هي 10% اللي انت شايلاها على جنب بعيد، خلاص طالما عدى الشهر وما احتجتلهاش. ليه انا عملت البند ده؟ لان انا لو ما عملتش البند ده هضطر هاخد، لو انا حصلت اي مشكله او اي ظرف او اي بند احتجتي فيه انك تصرفي فلوس غير الميزانيه اللي انت عاملاها للبيت، هتضطر تاخدي من ال 10% اللي انت اتفقنا ان احنا مش هنروح عندها خالص، فبالتالي يبقى ما نجحتش الخطه. فلازم اخلي جزء تاني على جنب ما يخلينيش اضطر لو في طارئ ان انا اسحب من ال 500 او ال 10% اللي احنا شلناها. طب شلنا ال 500 وخلاص وعدى الشهر وموجودين معايا، هعمل بيهم ايه؟ خليهم زي ما هم في المكان بعيد. بعد كده الشهر التاني نفس الكلام، الشهر التاني نفس الكلام، وهكذا لغايه ما تكمل مثلا حوالي 6 شهور او سنه. لغايه كام؟ 6 شهور او سنه، على حسب اللي انت شلتيه. ال 10% ناس هتبقى 500 جنيه، ال 10% من ناس تاني هتبقى 1000 جنيه، ال 10% من ناس تاني ممكن تبقى 200 جنيه، 10% ناس ممكن تبقى 2000 جنيه، على حسب المبلغ. 6 شهور كون معاكي مبلغ حلو تمام، لا مستنيه اكمل السنه عشان يبقى مبلغ اكبر، تمام. انا كونت مبلغ هنا وليكن مثلا لو ال 500 جنيه في السنه
هتديك مثلا 6000 جنيه. تمام. طب هعمل بيهم ايه 6000 جنيه؟ اسيبهم واكمل عليهم؟ لا بقى، ما نسيبهمش. احنا كونا مبلغ، المبلغ ده لو اتساب في البيت هيطلع له 100 حاجه. انت طبعا لا ده انا نفسي اجيب الجهاز ده، لا ده انا نفسي اعمل حاجه زي، طبعا حاجات ممكن يعني ان احنا عاوزينها، ده حاجه تاني بقى، ممكن تشتريها بالقسط. ممكن تحوشي مبلغ تاني على جنب صغير وتجيبي الجهاز اللي انت نفسك فيه. حاجه نفسك تجيبيها فرش في البيت، سجاده، تمام. لكن ده مالكيش دعوه بيه، ما تروحيش تشتري بيه اي جهاز، ما تروحيش تشتري بيه اي حاجه خاصه بالبيت. ده مبلغ ادخار، هنعمل بيه ايه؟ هنسيبه كده؟ ملوش فايده. الفلوس طالما قاعده بالطريقه دي ملهاش فايده. اما اعمل ايه؟ انا عاوزه الفلوس تجيب فلوس. انا جبت 6000 جنيه، اسيبهم كده؟ لا، وهستمر في خطه ال10%. انا مش هبطلها، هكمل. ال6000 جنيه دي هدخلها في استثمار. يعني استثمار، وهيعملوا ايه 6000 جنيه في استثمار؟ اي مشروع بسيط انت تعرفيه. يعني ايه تعرفيه؟ يعني انت كويسه فيه، متقنه فيه، بتحبي تربي طيور، جيبي شويه طيور وربيها واشتغلي في الموضوع ده. تعرفي تعملي منظفات، جيبي الخامات واعملي منظفات واشتغلي في الموضوع ده. مثلا بتعرفي تعملي اكل، مثلا اعملي اكل للموظفات. لو انت ست بيت بقى وفاضيه وعندك وقت، اعملي اكل للموظفات اللي بيجوا مستعجلين البيت وما عندهمش وقت يطبخوا، اعملي لهم محاشي والدنيا دي، هيمشي معاك الدنيا. طب واحده هتيجي تقولي لا انا ما اعرفش اعمل حاجه زي كده، او انا ما اتعودتش، او انا مش من النوع الستات اللي عندي الجراءه ان انا اعمل مشروع وان انا اتعرض وافتح مجال للناس ان انا يتعاملوا معايا، لا انا بتكسف وما بعرفش اعمل كده. تمام. ما تعرفيش تعمل كده، نعمل استثمار تاني. روحي تجيبي ذهب. يبقى لا مشروع، هتعملي مشروع، لا هتجيبي ذهب. ذهب ب6000، ذهب ب6000. ممكن تجيبي خاتم صغير، ممكن تجيبي ما شاء الله صغيره، ممكن تجيبي حلق صغير، على حسب المبلغ اللي طلع معاكي ايا كان. ان شاء الله 1000 جنيه جيبي بيها. في بريمات صغيره كده عيار 18 بتطلع لك بالمبالغ دي. المهم هتجيبي ليه ذهب؟ الذهب ده كانه مشروع وفلوس، انت نايمه والفلوس بتجيب فلوس. يعني انت كأن نايمه ما بتعمليش حاجه، وال6000 دول بيستثمروا كل يوم. اديكوا شفتوا طبعا اسعار الذهب من سنه لسنه واحده عليت اضعاف. يعني اللي جاب مثلا حاجه ب1000 جنيه ممكن باعها ب5000 جنيه. فانتي جيبي ذهب. يبقى انا معرفتش اعمل مشروع، هجيب ذهب. ليه؟ لان انت فلوسك مع الذهب بتزيد، مش هي ثابته. مع المشروع بتزيد مش ثابته. طيب معرفتش اجيب ذهب، ممكن اعمل شهاده استثمار لابني، لبنتي، لنفسي، لاي حد. هعمل شهاده استثمار، اللي هي شهادات البنوك اللي بيبقى عليها فايده معقوله. تمام. بس انا يعني يمكن الذهب بيكون يعني فايدته اكتر، فانت براحتك من الحاجات دي هتعملي. يبقى انا المال عندي ما ثبتش، انا شغال دوره راس المال وبتزيد. طب انا هفضل سايبه الدنيا كده؟ لا، ما انا بكمل في خطه ال10% برضو مستمره فيها. فانا كل سنه بتزيد فلوسي مع زياده راس المال الاساسي، انا بزود عليه لغايه ما هتلاقي بعد كام سنه انت معاكي مبلغ محترم. ممكن تشتري بيه بيت، ممكن تجهزي بنتك، ممكن تعملي مثلا اي مشروع كبير هيبقى معاكي. وطبعا باذن الله وباذن الرحمن انت معاكي قدر من الفلوس مش هتخليكي يعني، باذن الله كله بامر الله طبعا، ان انت في شيء معاكي لا قدر الله حصلت اي حاجه، في ادخار من المال. يعني ما بتبقيش قلقانه. او طبعا كل ده بامر الله، احنا اللي بنقول ده هو في الاخر بامر ربنا ورزق ربنا. وادعوا دايما ان ربنا يوسع رزقكم، ان ربنا يزود الرزق. وامشوا واستعينوا بالله. طالما مشيت في خطه استعيني بالله ان ربنا ييسر لك الخطه دي وان يبارك فيها، وتلاقي اكتر ما كنت تتوقعي من الخطه دي. من الخطه دي ممكن متوقعه ان انت تكملي مثلا 6000 مثلا، بس ممكن ربنا ييسر وتشيلي اكتر. ولكن بالاستعانه بالله. رقم 2 الصدقه، ثم الصدقه ما نقص مال من صدقه. والله وده شيء يعني مش تجربة، اوعى تعملوه تجربة، لا ده فعلا ربنا وعد الانسان اللي يتصدق بزيادة ماله وببركة ماله وترجع له اضعاف. فما تخافوش من الصدقة. اتمنى الفكرة دي تنفذوها. اتمنى خطة ال10 تنفع ناس كتير. اتمنى اللي ينفذها ويلاقي منها ان شاء الله باذن الله
بالاستعانة بالله خير كتير، يدعلنا دعوة بظهر الغيب، ربنا يجعله في ميزان حسناتنا كلنا يا رب. اللهم اجعله في ميزان حسناتنا يا رب، ان شاء الله تنفذوا الفكرة. ولو انتوا معايا لغايه دلوقتي ما تنسوش اللايك، عشان يوصل لكل انسان. التفاعل بيخلي الفيديوهات الكويسه توصل للناس كلها، وان شاء الله ربنا يجعله باذن الله الفكره باذن الله كلكم تستفيدوا منها وتبعتوها لاصحابكم يستفيدوا منها ويكون في ميزان حسناتكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.